ازيكم عاملين يا رب؟ ان شاء الله تكونوا بخير باذن الله. النهارده اهم اسئله ماده تاريخ القانون، سواء لحقوق عربي سواء لحقوق انجليزي، جامعه طنطا. تمام. اول سؤال، تكلم عن فلسفه القانون المصري القديم. السؤال ده هو اجابته نفس سؤال تكلم عن النظم القانونيه والاجتماعيه في مصر الفرعونيه. 2. اشرح التكوين الاجتماعي المصري لمصر الفرعونيه، مهم جدا. 3. تكلم عن مصادر القاعدة القانونية لمصر القديمة، مهم جدا. تكلم عن سمات وخصائص القانون المصري القديم، مهم جدا برضو. تكلم عن نظام الحكم في مصر القديمة. تكلم عن التنظيم القضائي في مصر القديمة، مهم جدا. تكلم عن الزواج في مصر الفرعونية، مهم جدا. تكلم عن قوانين الأموال في مصر الفرعونية. تمام. تكلم عن والي مصر ومعاونيه في العصر الروماني. تكلم عن التنظيم الاقتصادي في مصر الرومانية. تكلم عن التنظيم الدستوري قبل دستور كراكل. تكلم عن التأثير المتبادل بين القانون المصري والروماني. تكلم عن الخلافة في العصر الإسلامي. تكلم عن النظام المالي في مصر الإسلامية. تكلم عن النظام القضائي في مصر الإسلامية. تمام. لحد كده ده مهم حقوق إنجليزي. التكمله بقى دي لحقوق عربي. العصر البطلمي ده مش مكرر غير على حقوق عربي بس. تمام. تكلم عن النظام الاداري في عهد الاسكندر الاكبر وحكم البطالمه. تكلم عن التكوين الاجتماعي المصري في العهد البطلمي، مهم جدا. تكلم عن مصادر القانون والقوانين المطبقه في مصر البطلميه، هام جدا. تكلم عن ملامح نظام الحكم في مصر البطلميه وخصائصه باعتبارها من نظام القانون العام، مهم جدا. طيب الاسئله دي انا هعمل فيها ايه؟ الاسئله دي اللي هبدا بيها المذاكره وهنهي بيها المذاكره، لكن ان انا اسيب حاجه لا، على الاقل اكون حافظ عناصرها، لان طبعا تاريخ القانون انتم مجربين الوضع بيبقى في اولى شكله ايه. تمام. فلازم نبقى ملمين بالمنهج، خوفا ان اي حاجه تيجي، ده بيبقى اجتهاد وتوقعات، خوفا ان اي حاجه تيجي بره المنهج. ده طبعا للي عايز تقدير، اللي عايز ينجح فاكيد بنسبه يعني نسبة كبيرة ده اللي بيبقى متواجد في الامتحانات، وده اللي بيتكرر، وده الدكاترة بتأكد عليه في المحاضرات. تمام. طيب احنا قلنا ده اللي هنبتدي بيه المذاكرة وده اللي هننهي بيه المذاكرة. هنذاكرهم كلهم في الأول وبعد كده نقرأ الباقي. انت عايز تذاكره طبعا يفضل بنسبة 100% طبعا انك تذاكر الباقي. طيب انا خلاص استكفيت بدول، خلاص تمام، اذاكر العناصر وابقى عارفة ان لو جالي الموضوع ده هتكلم في ايه. تمام. لكن دول تحفظهم زي اسمك بالظبط. ان شاء الله في فيديو نتقابل في فيديو توقعات باذن الله، ونقول اخر توقع ونظام الامتحان وطريقه الاجابه. اشوفكم على خير ان شاء الله. سلام.